ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد. انا كده عند كوبري العوايد يا جماعه. لو انت جاي من البحيره بقى وعديت كوبري العوايد ومتجه بقى، عايز تروح ايه يا ابو سليمان؟ وعايز تروح شارع الترعه وعايز تروح بكوس، خليك معايا اوريك ازاي. شايفين الفتحه اللي على اليمين دي يا جماعه؟ انت لو ما دخلتش على الفتحه اللي على اليمين دي وطلعت الكوبري هتلف لفه كبيره عشان تخش شارع ابو سليمان وشارع الترعه وهتدوخ. لكن تخش من الفتحه دي تمام. خليكم معايا بقى، نخش من تحت نصور كام لقطة هنا الأول، ونخش من تحت من عند الفتحة دي وأوريكم شارع أحمد أبو سليمان وأصور لحد كوبري الناموس. تمام. بصوا يا جماعة، المباني اللي على الشمال دي اسمها الأرض الجديدة، مشهورة هنا بالأرض الجديدة. منطقة جميلة برضو، والشقق مش غالية في اللي بالك فيه يعني. هتلاقيها في الحناين، وبص في مكان نضيف جدا على المحور على طول. وقدام شوية بقى كده في وش الجامع مساكن القلعة. قدامك هنا يا جماعة برضو الناس بيصطاد فيه سمك. المكان جميل زي ما انتوا شايفين كده، بس ما ينفعش تجيب عيال هنا خالص، عشان لا قدر الله ممكن تقعد تصطاد وابنك بيلعب وراك، لا قدر الله الكعب اللي يقع، المية هنا غويطة ومفيش سور زي ما انتوا شايفين كده. لو عايز تيجي تيجي لوحدك بمفردك، انت وصاحبك بقى، انت واخوك. وكده يا جماعة احنا امام مساكن القلعة بالظبط. وبص يا جماعة، بص يا جماعة، المكان ده كان مليان إضاءة في الأرضية. بص، خلعوا الفيش وخلعوا اللمض وخلعوا كل حاجة، يعني البلطجية حاجة زفت، فبيصدقوا يلاقوا حاجة يخلعوها ويبيعوها. حاجة بقت قرف الصراحة. خليكم معايا بقى عشان اوريكم، لو انت ما دخلتش الفتحة اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو، ايه اللي هيحصل معاك. تمام. تعال نصور بقى قدام شويه عند الكوبري واشرح لك. اهو بص يا جماعه، لو انت ما دخلتش الفتحه هتضطر تطلع فوق الكوبري، الكوبري الجديد ده. هينزلك عند كوبري الناموس. طبعا بقى مفيش فتحه هناك يمين، وما ينفعش تمشي عكس. ولو دخلت فتحه شمال هتضطر تلف لفه كبيره عشان ترجع كل ده تاني. فانت تخش الفتحه اللي على اليمين اللي وريتها لك دي عشان تخش ابو سليمان وشارع الترعه، ولو عايز تروح بكوس وشارع احمد ابو سليمان. اهو يا جماعه، نقف هنا لحظه بس. لو انت مشيت كده على طول هيقابلك بالعرض شارع مصطفى كامل، يمين يوديك على ميدان الساعه ويوديك لحد المنتزه. شارع مصطفى كامل هتعدي بقى على سيدي بشر بقى لو عايز تخش سيدي بشر وراس السودا والمعموره ولو عايز تروح فاكتوريا هتروح شمال بقى كده يوديك لحد مزلقان غبريال بتاع القطر. وبعد مزلقان هتخش على بكوس، والبكوس تقدر تروح شارع طريق الحرية وتقدر تروح أي حتة من هناك برضه في اسكندرية. تعالوا نروح برضك نصور شارع الترعة وأقول لكم برضك يودي على فين. شارع الترعة اهو يا جماعة، كل المباني اللي على اليمين دي أبو سليمان، واللي على الشمال دي أرض على عزبة سلام، وبعد كده سليم اسكندر، وبعد كده غبريال. هيقابلك شارع 20 بالعرض قدام شويه، وعلى طول بقى كده هيقابلك شارع مصطفى كامل زي ما قلت لك، يعني هو جنب شارع احمد ابو سليمان. هيقابلك برضك شارع مصطفى كامل في الوش. يمين تروح تتجه للمنتزه، وشمال كده لو انت عايز تروح ايه بقى غبريال وبكوس والاماكن دي. تعالوا برضو نروح نصور عند كوبري الناموس واوريك لو دخلت من عند كوبري الناموس يمين وكده يا جماعه احنا عند كوبري الناموس. لو دخلت انت يمين كده من تحت الكوبري ومشيت هيقابلك شارع 20 بالعرض. يعني هو شارع الترعة، شارع 20 بيعدي على شارع الترعة وبيعدي على ابو سليمان وبيعدي من هنا. تمام. هتعدي شارع 20 زي ما انت هيقابلك
مزلقان القطر محطة بكوس. طولت زي ما انت على طول هيقابلك مزلقان الترام بتاع محطة بكوس. طولت زي ما انت هتروح بقى على شارع الإذاعة ومن هناك تروح البحر. عايز تخش بقى طريق الحرية هتخش شمال من عند محطة بكوس، ترام بكوس، هتخش شمال بقى هتمسك طريق الحرية تروح من هناك بقى ايه، شارع جمال عبد الناصر بقى هو مشهور بجمال عبد الناصر وطريق الحرية وفليمن بقى ومحطة الوزارة، وهتمسك خط الترام بقى شارع أبو قير. يعني أي مكان هتروحوا من هناك برضه. وكده يا جماعة وصلنا لآخر الفيديو، رب الفيديو يكون عجبكم. سلام وأشوفكم على خير.